بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية حجز موعد عشان استخراج أو إصدار أو تمديد جواز السفر السوري من خلال السفارة أي سفارة أي سفارة سورية موجودة سواء ببروكسل ببرلين بأي سفارة. طبعا أنا بالنسبة لي بدي أحجز موعد عشان أعمل تسجيل جواز السفر الخاص فيه من السفارة الألمانية من السفارة السورية في برلين. كيف راح تكون الطريقة؟ الطريقة راح تكون بكل بساطة على الشكل التالي من خلال الموقع الرسمي اسمه المركز القنصلي الإلكتروني السوري. طبعا هي المنصة الإلكترونية من خلالها بإمكانك تحجز مواعيد بعدد كبير من البعثات الدبلوماسية الخاصة بسوريا، سواء كان السفارة السورية ببرلين ببروكسل بأي بلد أوروبي. هلا راح بلش أنا بالنسبة لي بدي أحجز موعد بالسفارة السورية في برلين. كيف راح تكون الطريقة؟ الطريقة على الشكل التالي. راح أروح على أي متصفح عندي بجوجل، راح نكتب على الشكل التالي باللغة العربية المركز القنصلي السوري. هذا هو على الشكل التالي. رح نعمل بحث على هذا العبارة المركز القنصلي الإلكتروني. رح نكبس عليها دقيقة، يطلع عندك عدد كبير من الخيارات. رح نختار الخيار الأول الموجود عندي هون على الشكل التالي المركز الإلكتروني. رح نكبس عليها دقيقة، يحولني بشكل مباشر على الموقع الرسمي الخاص بالمركز الإلكتروني السوري. راح عم تكون الصفحة الرئيسية على الشكل التالي. طبعا بإمكانك هلا، أنا بالنسبة لي بدي أعمل حجز موعد من خلال هاي المنصة بالسفارة السورية ببرلين. هلا المفروض أول خطوة المفروض يكون عندك حساب. المفروض أنا بالنسبة لي لازم أعمل حساب. هلا راح نشوف على الشكل التالي. عم نشوف بالأعلى على اليسار في كلمة تسجيل الدخول. أنا بالنسبة لي ما عندي مو عامل حساب. راح أكبس على كلمة تسجيل الدخول على الشكل التالي. راح يطلع عندي لافتة على الشكل التالي. مثل ما حكيت أنا بالنسبة لي ما عندي حساب. المفروض إنه أول شيء أعمل حساب. راح أكبس على كلمة ننزل لتحت بالأسفل على كلمة ليس لديك حساب. راح نكبس على كلمة سجل هنا. هلا المفروض البيانات الموجودة عندي هون المفروض أن أعبيها بشكل صحيح بشكل دقيق 100%، لأنه هي راح البيانات اللي راح تعتمدها السفارة عشان المعالجة بالطلب الخاص فينك. هلا مثل ما شايفين عندي هون عم يطلب مني البريد الإلكتروني الخاص فيني، كلمة المرور، ارجع عيد نفس كلمة المرور، الاسم الأول الخاص فيني، الكنية، الجنسية، الرقم الوطني، تاريخ الولادة. هلا أكيد بالنسبة للاسم والكنية المفروض تكتبها مثل ما مكتوبة بجواز السفر الخاص فينك. الأفضل أكيد رح تكتبها باللغة الإنجليزية. هلا راح بلش بتعبئة البيانات. رح نكبس هون على البريد الإلكتروني. رح أدخل البريد الإلكتروني الخاص فيني. بعدها رح انزل لتحت بالأسفل. رح أدخل كلمة مرور خاص فيني مؤلفة من رموز وأرقام وأحرف. هلا رح أدخل كلمة سر خاص فيني. كلمة مرور خاصة فيني. هلا رح انزل لتحت بالأسفل التأكيد كلمة المرور. رح أرجع أعيد نفس كلمة المرور اللي دخلتها فوق هون. رح أرجع أكدها هون. رح أرجع أعيد نفس كلمة المرور. بعد ما عدت كلمة المرور الخاص فيني رح انزل لتحت بالأسفل. أول شيء الاسم الكنية. طبعا الاسم والكنية رح تكتبهم مثل ما موجود على جواز السفر. رح تكتب باللغة الإنجليزية بشكل أفضل. هلا رح أكتب الاسم الخاص فيني والكنية. دخلت الاسم الخاص فيني. هلا رح انزل عند الكنية. رح أدخل الكنية الخاصة فيني كمان. دخلت الكنية الخاصة فيني. هلا رح ننزل لتحت بالأسفل الجنسية. رح نكبس على السهم الموجود عندي هون. في عندك عربي سوري ولا فلسطيني سوري. رح اختار عربي سوري. تختار الشيء اللي بيناسبك. هننزل لتحت بالأسفل الرقم الوطني. طبعا الرقم الوطني يكون موجود على جواز السفر الخاص فينك موجود. خيار الرقم الوطني. طبعا المفروض انه بشكل اجباري تكتب، انه اي شيء حده اشاره نجم المفروض بشكل اجباري انك تكتبه. هلا بالنسبه لي راح ادخل الرقم الوطني الخاص فيني. طبعا الرقم الوطني موجود على الصفحه الثالثه بجواز السفر. هلا راح ادخل الرقم الوطني. دخلت الرقم الوطني. هلا راح انزل لتحت هون على كلمه تاريخ الميلاد. راح ادخل كمان الميلاد. دخلت تاريخ الميلاد الخاص فيني. هلا راح اكبس على كلمه انشاء حساب. هلا راح ننتظر دقائق عشان يتم إنشاء الحساب. هلا عم يخبرون على الشكل التالي إنه راح يبعثوا لي كود على الإيميل الخاص فيني. المفروض هلا أروح على البريد الإلكتروني الخاص فيني وأروح أجيب الكود اللي بعثوا لي إياه. هلا عم يخبروك إنه في حال إنه ما وصلك الكود المفروض إنك تعمل تفقد للبريد المهمل السبام. هلا أنا بالنسبة لي راح أروح على البريد الإلكتروني الخاص فيني وأتأكد وصلني الكود أو لا. هلا فتنا على البريد الإلكتروني الخاص فيني وصلني على الكود على الشكل التالي عشان التفعيل الحساب بالإضافة إلى كلمة تفعيل الحساب. هلا بالنسبة لي راح أكبس على كلمة تفعيل الحساب. راح أعمل نسخ لهذا الكود. كمان نفس الشيء راح أكبس على كلمة تفعيل الحساب. هلا راح أكبس على كلمة تفعيل الحساب. فخبرني على الشكل التالي تم تفعيل الحساب بنجاح. هلا ما علي فقط أرجع أعمل تسجيل دخول بحسابي. تسجيل دخول بالبريد الإلكتروني الخاص فيني مع كلمة المرور اللي عملتها أول مرة. هلا راح أدخل البريد الإلكتروني.
دخلت الإيميل مع كلمة المرور، راح أركز على كلمة تسجيل الدخول. هيك فوتني بشكل مباشر على حسابي بالمنصة. هلا يفوتني بشكل مباشر على حسابي بالمنصة. هلا راح أشوف بالأعلى على اليسار هيك في إشارة مثل الملف الشخصي، راح نكبس عليها ضغطة هيك. يطلع عندي على الشكل التالي، مطلوب مني إنه أدخل المعلومات الشخصية الخاصة فيني، بيانات باللغة البيانات الشخصية باللغة العربية. أنا مطلوب مني أدخل الرقم الوطني، الاسم الخاص فيني، الكنية، اسم الأب، اسم الأم، مكان الولادة الخاص فينك طبعا، وتاريخ الولادة والجنس، وبعد اكبس على كلمة الخطوة التالية. هلا راح ادخل هاي البيانات وراح كفي. دخلت الرقم الوطني، هلا راح ادخل الكنية اكيد باللغة العربية مثل ما حكيت، بياناتك الشخصية باللغة العربية. هلا راح ادخل اسمي باللغة العربية. هلا الكنية راح ادخل الكنية كمان، اسم الاب، اسم الام، مكان الولادة الخاصة فينك طبعا الولادة. مكان الولادة راح احط جمهورية سوريا طبعا. هلا هون تاريخ الولادة الخاص فينك، والجنس طبعا تختار الجنس. بعدها راح أركز على كلمة الخطوة التالية. عم يطلب مني على شكل أدخل المعلومات الخاصة بجواز السفر الخاص فيني، تاريخ رقم الجواز سفر، تاريخ الإصدار تبع الخاص بجواز السفر الخاص فيني، تاريخ الانتهاء جواز سفر، ومكان الإصدار. راح أدخل رقم الجواز سفر. دخلت المعلومات التالية: رقم الجواز، تاريخ الإصدار جواز سفر، تاريخ الانتهاء جواز سفر، مكان الإصدار. طبعا هي المعلومات تكون موجودة على جواز السفر. هلا راح أكبس على كلمة الخطوة التالية. هلا بعد ما كبسنا على كلمة التالي، عم يطلب مني على الشكل التالي أعبي المعلومات الشخصية الخاصة فيني: بيان العنوان، الدولة. عندنا الدولة ألمانيا. هلا المدينة تحط المدينة الخاصة فينك كمان، الدولة، اسم المدينة الخاصة فينك، الرمز البريدي، المقاطعة أو الولاية، اسم الشارع والرقم، اسم الشارع، رقم البناء، رقم الموبايل الخاص فينك ورقم الهاتف. بعدها راح تكبس على كلمة الحفظ. هلا بالنسبة لي راح أدخل هاي البيانات كمان وراح كفي، راح أكبس على كلمة حفظ. هلا بعد ما دخلت المعلومات الخاصة بالعنوان الخاص فيني، الدولة، المدينة اللي أنا ساكن فيها بألمانيا، المقاطعة، الرقم البريدي، اسم الشارع، رقم البيت، رقم الهاتف. معلومات إضافية عن السكن راح ننزل لتحت بالأسفل. معلومات إضافية عن السكن بخبرك تحط اسم صاحب البيت أو الشركة اللي أنت ساكن فيها. بعد ما عبيت هاي المعلومات الشخصية راح ننزل لتحت بالأسفل. المعلومات الخاصة بالعنوان بعد ما عبيت المعلومات الخاصة بالعنوان راح ننزل لتحت بالأسفل. راح أكبس على كلمة حفظ. مبروك تم الحفظ بنجاح. هلا بالنسبة لي دخلت الاسم الخاص فيه، المعلومات الشخصية، الاسم الشخصي، الاسم الأب، اسم الأم، العنوان الخاص فيها، والمعلومات الخاصة بالجواز. هلا بالنسبة لي بدي بلش أحجز موعد عشان جواز تمديد جواز السفر الخاص فيي. راح أكبس على كلمة على الشكل التالي: إنشاء معاملة جديدة. عم يعطيني على الشكل التالي بشكل مباشر، راح ينزل الاسم الخاص. هلا راح بلش بخطوات حجز الموعد. عم نشوف على الشكل التالي راح يعطيني بشكل مباشر النافذة المقدم المعاملة، الشخص اللي انت بدك عم تقدم الاسم الخاص فينك، المعاملة اللي انت بدك فيها. راح نكبس على السهم الموجود عندي هون، في عندي عدد كبير من الخيارات. راح اختار حجز موعد في السفارة كبسنا عليها ضغطة هيك. هلا راح اكبس على كلمة الخطوة التالية. هلا عم يطلب منك على الشكل التالي تختار البعثة اللي انت بدك تسجل فيها الموعد. في عندك عدد كبير من البعثات، يعني السفارة الألمانية ببروكسل، بستوكهولم، باسطنبول، بأثينا، ببرلين. طبعا تختار الشيء اللي بيناسبك. فرضا بالنسبة لي بدي اختار البعثة الموجودة ببرلين، بس المشكلة ببرلين عم تكون أغلب المواعيد عم تكون فل. هلا إذا جربت أحجز موعد من خلال بعثة برلين، الخدمات المتاحة راح اختار فرضا إن تجديد أو إصدار جواز سفر سوري. عم يعطيني على الشكل التالي: لا يوجد موعد، لأنه المواعيد الموجودة من خلال السفارة الألمانية، السفارة السورية ببرلين، محجوزة بشكل كامل. أنا بالنسبة لي بدي أختار سفارة ثانية. راح أختار بعثة ثانية بأوروبا. راح أختار بعثة ستوكهولم. الخدمات المتاحة راح أكبس على سبيل المثال بدي أختار إصدار أو تجديد جواز سفر سوري عادي، كبسنا عليها نقطة. عدد المعاملات، يعني عدد الأشخاص اللي بدك تعمل له، فرضا بدك تعمل لك أو لشخص ثاني أو لكم شخص بدك تعمل معاملات. أنا بالنسبة لي بدي أعمل لشخص واحد، حطيت رقم واحد فقط. هاي راح ننزل لتحت بالأسفل. الموعد الحجز راح نكبس على هي الأيقونة الموجودة عندي هون، نكبس عليها نقطة هيك. عندك المواعيد على شكل تالي: 17، 18، 19، 20، 28 بشهر مارس. إذا بدي أشوف الشهر الجاي، أبريل، ما في أبدا. راح نجي على مارس. في عندي ب 26 ب 28 شهر، اختار 28 الشهر.
عدد المعاملات مثل ما حكيت بدي اختار معاملة واحدة فقط. حطيت إنه بالنسبة لي اكتب على السهم هيك معاملتين فرضا بدي لشخصين. 3 4 أنا بالنسبة لي بدي موعد لشخص واحد فقط، الموعد الحجز. حكيت أنا اخترته ب 28/3. هلا راح أكبس على متحفظ ومتابعة. تم الحفظ بنجاح. عم يخبرك على شكل التلهي المعلومات الخاصة فينك. المعلومات الخاصة بمقدم الطلب. بدك حجز موعد بالسفارة، عدد نسخين شخص واحد، بدك تعمل معاملة لشخص واحد. البعثة الدبلوماسية بستوكهولم. الخدمة اللي بدك إياها إصدار جواز سفر سوري. عدد المعاملات. هلا راح أكبس على كلمة تثبيت عشان أثبت الموعد. الموعد بيكون 28/3/2025. راح أكبس على كلمة تثبيت الموعد. عم يخبرك أنت توافق على الشروط، أعطيه نعم. هلا طلع عندي على الشكل التالي هاي المعاملة الخاصة فيني، إنه أنا بالنسبة لي بدي أحجز موعد بالسفارة. عم تكون السفارة بستوكهولم طبعا. هي اسم الشخص اللي راح يعمل هاي المعاملة. هلا أنا بالنسبة لي بدي أعمل بدي أطبع الموعد على شكل ملف PDF. راح نكبس على السهم الموجود على ثلاث نقاط الموجودة عندي هون، نكبس عليها ضغطة هيك. اكبس على كلمة عرض. بعدها راح ننزل لتحت بالأسفل. راح نشوف في كلمة النتيجة لحجز ملف PDF. راح نكبس عليها ضغطة هيك. مثل ما شايفين عندي هون حملت الموعد على شكل ملف PDF. هذا بإمكان هذا الموعد المفروض إني آخذه وأطبعه. مثل ما شايفين عندي هون هذا هو الشكل الخاص بالحجز. هاي المعلومات الخاصة بالموعد. الخدمة المطلوبة. التجديد أو إصدار. عدد الأشخاص واحد أو عدد المعاملات. التاريخ الموعد 49 دقيقة 28/3. أوقات دوام البعثة من 8 ل3. هاي المعلومات الخاصة بالموعد بإمكانك فقط تطبعها، نعملها طباعة وتروح بشكل مباشر على الموعد الخاص فينك بالسفارة السورية، سواء ببروكسل أو ستوكهولم أو ببرلين. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني أعمل حجز موعد للسفارة السورية ببرلين أو بستوكهولم أو بأي بحث دبلوماسية بأوروبا. هلا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.